انا وسلفتي متعودين ان احنا يوم الخميس ده ننزل عند حماتي. احنا في بيت واحد كلنا، في عمارة واحدة. حماتي في الدار او الارضي، وانا وسلفتي ورا بعض، كل واحدة لها شقتها، ومعانا جيران برضو في نفس العمارة ونفس البيت. وانا وسلفتي الحمد لله كويسين مع بعض، وكل حاجة بينا كويسة. المهم يوم الخميس عندنا ده بنتجمع عند حماتي، بننزل كلنا في شقتها تحت، نطبخ وناكل ونقعد طول النهار. المهم يعني يوم الخميس ده بنقضيها عند حماتي تحت في شقتها. كل واحدة بقى بتنزل هي وولادها، نقعد مع حماتي وحماية في قلب شقتهم، نطبخ طول النهار ونقعد براحتنا، لان جوزي وسلفي طول النهار في الشغل. فبنقعد انا وسلفتي براحتنا كده، نطبخ ونقعد ناكل احنا وولادي وحماتي وولاد سلفتي وحماية. بنقعد مع بعض يعني طول النهار، لان سلفي وجوزي بره، فبنقعد براحتنا انا وسلفتي. يعني نقعد مثلا بهدوم الشقة، بنص كم، بالجامة، اي حاجة. المهم بنقعد براحتنا في اليوم ده، يوم الخميس ده. المهم حبيت اللي انا اعمل مقلب في سلفتي. انا معروف عني في البيت وفي العمارة اللي انا بعمل مقالب وبعمل سخافات، يعني حاجة ما توقعوش. على طول بحب اعمل مقالب في كل حاجة، في سلفتي، في جوزي، في ولادي، في البيت كله. واحنا قاعدين فكرت في فكرة ان انا اعمل مقلب في سلفتي، اخش اوضه النوم عندها واجعزها. المهم احنا قاعدين بقى بعد ما كنا بنطبخ وقاعدين ملبوخين في الطبيخ والحاجات دي والشغل، سبت حماتي وسلفتي في قلب المطبخ، وقلت اخش اعمل المقلب في سلفتي. دخلت اوضه النوم بتاعتها واستخبيت كده، عندها شباك كده يعني جنب المنور كده، وعلى ستاره، يعني شباك كده في الجنب كده، يم منور متداري محدش شايفه، وعليه ستاره. قلت اما استخبى ورا الستاره محدش هيشوفني، استخبى وراها وعشان اجعزها واقول لها بخ. دخلت اوضه النوم من غير ما هي تعرف، واستخبيت ورا الستاره دي، جنب المنور ده، جنب الشباك اللي جنب المنور ده في الدرة، يعني محدش شايفني خالص، ومستنيه سلفتي ان هي تخش بقى في اي وقت. المهم قعدت ربع ساعه، نص ساعه، ما دخلتش. انا بقى زهقت. المهم اللي انا عايزه اجعزها هو اعمل فيها المقلب باي طريقه، يعني المهم اللي انا عايزه اجعزها، مع ان جوزي يعني كم مره منبه عليه، قال لي المقلب اللي انت بتعملها دي، واللي انت الحركات اللي انت السخافات اللي انت بتعملها دي هتعمل لك مشكله بعد كده، وهتوقعك في حاجات وحوارات كتير. وانا برضو ما كنتش بسمع كلامه، وعامله مخليه جوزي مجنناه، يقول لي انت هتوقفي قلبي، انت مش عارفه، انت هتموتيني في يوم من الايام، انت هيحصل لنا حاجه بسبب المقلب والجعزات والحاجات اللي انت بتعمليها فينا دي. المهم اتفاجئت لقيت سمعت صوت سيلفي جاي من الشغل. فسلفتي بقى بتقول انت جيت بدري ليه؟ قال لها مفيش، ده انا تعبان شويه. وقلت له ما اللي انا هروح اريح شويه، وما صدقت ان هم قالوا لي هروح ريح، وجيت جري على البيت. والنهارده الخميس بقى قلت اجي بدري شويه اريح واتفرج على الماتش. طب تعالي جوه عشان انا عايزك. المهم لقيت سلفتي وسيلفي داخلين جري الاوضه. انا اتجهزت بقى، قلت لا سيلفي اللي جابوا الوقت ده؟ ما مش بعته ان هو يجي الوقت، اللي جابوا الوقت ده مشكله سود. يا خرابي، ده لو قفشني هيخلي عيشتي سودة، وهيقول لجوزي ومفيش، مش بعد لا يطلقوني النهارده، وهتبقى فضحه بجلاج. ولقيت سيلفي قلع هدومه وقعد بحريته، وسلفته رخره، ولقيتهم بيعملوا حركات وبقول كلام يعني اللي هو براحته بقى، يعني الواحد هو ومراته مع بعض، يعني اللي هي العلاقة الزوجية. لقيته بقى فيه باص وفيه أحضان ومش عارفة وهو قلع هدومه وقاعد براحته على السرير، وانا كل ده شايفاه بقى ومصدوم. طب يا ربي اطلع اقول لهم اطلع بقى وتبقى فضيحة وجرسة وتبقى في الاول، واطلع واقول لهم اللي انا كنت مستخبيه وهجعزها ومش عارفه واطلع واقول لهم ويشوفوني. وانا كل ده مرعوبه بقى ان هم يشوفوني، او اللي انا مش شايفاه ده انا مش عايزه اشوفه. وجزء وسيلفي لو شافني هتبقى نصيبه وفضحه سوده، وهي يعني وانا قاعده وانا شعري باين ولابسه بنص كم، ما كنتش اتوقع ان هو هيجي او يشوفني بالمنظر ده، او انا اشوفه بالمنظر ده وهو قالع وقاعد بهدومه الداخليه. او مثلا الكلام اللي انا سمعته منهم ده والحركات اللي انا شفتها منهم ده،
قعدت اقول لنفسي ده انا دماغي بقى باظت خالص، مش عارفه اعمل ايه. قلت والله ما انا طالعه، انا هفضل ايه لما يبلاه حال. المهم فضلت ورا الستاره، قلت لما يبلاه حال لحد ما يخلصوا ويطلعوا. المهم لقيتهم بقى ريحوا على السرير وعملوا علاقه شخصيه مع بعض. انا كل ده وشايفاه وانا مش عايزه ابان خالص لهم. ولقيت بقى يعني سلفتي قام خلصت وطلعت وغيرت هدومها وطلعت، وسيلفي قام قايل لها ما تقوليش لحد اللي انا صاحي، قولوا له اللي يجي يسالك عليا قولوا له اللي انا نايم، انا هقعد بس على السرير كده اتفرج على الماتش. اطلعي انت بس تخلص اللي وراك وخلص الاكل، لما تخلصوا بينادوا عليا علشان اقوم اكل على ما تخلصوا طبيخ، وانا هقعد اتفرج على الماتش على السرير هنا على ما انت تخلصوا الاكل وبينادوا عليا. المهم سلفتي طلعت وسلفي فضل اللي هو على السرير وقاعد بقى براحته بهدومه الداخليه، واخد راحته بقى في اوضه النوم براحته بقى، ما يعرفش ان فيه حد في الاوضه. ده بطلع يا ربي ولا يشوفني ويقول عليا حراميه، ولا يفكروا عليا الوقت اللي انا كنت بسرق من عندهم ولا باخد حاجه من عندهم، او اللي انا داخله اتجسس عليهم واشوفهم بيعملوا هتبقى مشكله سودة وفضايح وجرس. المهم قلت والله ما انا طالعه، اخليني مستخبيه زي ماني كده لحد ما يبلها حل، او سلفتي تدخل تاني تنادي لجوزها يجي يتغدى، او سيلفي يزهق ويقوم. المهم سيلفي قاعد مرحرح خالص ولا في دماغه، قاعد على السرير بقى منتخه وقاعد يتفرج على الماتش ومزاجه في السحاب، وانا قاعده بقى ورا الستاره يعني عقلي هيشت، وكمان مزنوقه عايزه اخش الحمام. يعني بقالي يجي ساعتين ورا الستاره وعايزه اخش الحمام، خلاص مش قادره، خلاص هعمل على نفسي. يا دي النصيب، يا دي الفضايح، النهارده هتبقى فضيحه سودا بقى لو هو شافني ولا مفيش الا انا وهو في الاوضه، يعني انا بشعري ولابسه ودرعتي باينه ورجلي باينه وكنت قاعده براحتي بقى، ما كنتش متوقعه ان هو هيبقى موجود دلوقتي، وهو كمان قاعد بهدومه الداخليه ونايم على السرير كمان. هتبقى فضيحه بقى، ولو جوزي بقى جه ولا حد شافنا ولا حماد شافتنا ولا هتبقى جرصه. المهم فضلت ورا الستاره ما طلعتش، نفس الوقت عايز اطلع، خلاص زهقت عايز اطلع. قعدت دماغي تقول لي احدف نفسي يا ولاد من الشباك وارتاح بقى وخلاص. طب واطلع لو طلعت له الوقت وقلت له بقى هيبقى شكل ولا هو شكله من الموقف اللي انا شفته هو ومراته والكلام اللي انا سمعته بينه وبين مراته والحاجات اللي انا شفتها بيعملوها في الاوضه، هو هيبقى شكله وانا هيبقى شكلي ولو جوزي شافنا في الموقف ده هيقول لي نصيبه بقى. المهم سمعت سلفتي بتقول امال فين يا ولاد سلفتي راحت فين، سلفتي راحت فين، ده احنا بقالنا يجي ساعه وشويه ما شفناهاش.